اكيد فاكرين سارة واللي تعرضت له بسبب الشخص اللي ما يستاهلهاش. طيب وزي ما اتعودنا هنبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي، ولو وصل لك الفيديو ده فده بيتذاع على الصفحة الجديدة عشان القديمة اتقفل. وما تستخسرش فيا لايك وشير وكومنت عشان الصفحة توصل للناس كلها ونرجع اقوى من الاول. طب عشان ما اطولش عليكم يلا نبدأ الحلقة. يلا بينا. سارة امبارح نزلت صورة من قراية فتحتها وعلقت عليها وقالت اول شخص اتقدم لي في حياتي والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا وده عوض ربنا ليا وخلاص قرينا الفتحة. انا مبسوط ليها بشكل ما يتوصف لان البنت دي تستاهل كل خير بعد 3 شهور من الحادثة وبعد كم الألم والخذلان والفقد اللي تعرضت له. سبحان اللي سبب كل ده عشان يظهر لها حقيقة شخص ويبعدها عنه ويجمعها بإنسان يستاهلها بجد، إنسان بيحبها حب صادق وباقي عليها مهما حصل. انا لسه فاكر للاسف الالم والحزن اللي كانت بتتكلم بيه وكانت فاكره وقتها ان حياتها خلاص انتهت، لكن تدبير ربنا حقيقي عظيم ومحدش يقدر يتخيله. اوقات بنبقى مش فاهمين ولا مدركين الحكمه من الاحداث اللي بتدور او اي حاجه وحشه بتحصل لنا، خصوصا الاحداث القاسيه، لكن اللي لازم نكون متاكدين منه ان ربنا كريم وعظيم قوي وارحم بيك حتى من نفسه، مستحيل يسيبك ولا يضيعك. وفي عز العسر هتلاقي اليسر، وفي عز العسر هتلاقي اليسر، والعوض جاي بنفسه يدور عليك. ربنا يكرمك يا سارة ويحقق لك كل اللي نفسك فيه عشان انت بنت حلال وتستاهلي، واتظلمتي كتير بس جه الوقت ان ربنا يديكي حق، وجه الوقت اللي ربنا يطبطب عليكي فيه عشان ربنا ما بيسيبش عباده، عشان ربنا ما بيسيبش عباده. زي ما قلت لك انت بنت حلال وتستاهلي. مش انا لوحدي اللي بقول الكلام ده، ناس كتير قوي بتحبك وما تعرفكيش واللي يعرفك بيقولوا لك الكلام ده. تعرفها او ما تعرفهاش قول لها كلمه حلوه في كومنت واعملوا منشن كتير لساره وفرحوها، عشان زي ما انت ما بتفرح بني ادم بيجي بني ادم وبيفرح في عز ما انت ما بتبقى محتاج الفرحه، طبعا بعد ربنا عز وجل ما بيفرحك. اسعى في الخير وانت هتلاقي. ودعوه حلوه لاختنا ساره. سلام.